الأداء في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل الإثارة والمتعة والشغف وكرة القدم. نؤكد للمشاهدين أنه لم يفوتهم الكثير لأن المباراة بدأت للتو. هذه فرصة، كرة في الشباك، تصريح قوي من اللاعب في أرضية الميدان. هدف يخليه يقدم المزيد في مباراة اليوم، يمنح الفريق ثقة كبيرة، يرفع من المعنويات. واضح أن هناك عمل من المدرب بخصوص الضغط، البريسنج العالي على الخصم في هذه المناطق من أجل خلق فرص أخطر على المرمى. النصر هو صاحب الضربة الأولى في المكان الصحيح، رائع جدا في توقع مسار الكرة. ميكيل أويارزابال تدخل في الوقت المناسب لإيقاف الهجمة وتحدى انطلاقة هجومية كانت واعدة. يحاول أن يلعب كرة بينية، يا سلام على المرور، هل يضعها في المرمى؟ فعلها وسجل كرة في الشباك. الآن يسجل هدف العاشر، أكيد مجرد بداية ولن يتوقف عندها. الأمور تبدو سهلة في الملعب، لكنها تتطلب أيضا مجهود كبير من اللاعبين ولياقة بدنية عالية من أجل تطبيق هذا الفكر واستغلال الأخطاء والهجوم المرتد في تسجيل أهداف. مرة أخرى يسجل، يؤكد لك على الثنائية. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين. يلا جول، يلعبها في المرمى، جول. انتهى كل شيء بهذا الهدف، مباراة انتهت تقريبا في هذه اللحظة. ايش من كرة، من تألق، من أداء كبير، من ثنائية في ظرف دقيقتين. أنهى الهجمة بشكل رائع. مثل هذه اللقطات تؤكد لك قيمة التهديفية العالية. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. توغلوا فاتنا، انفراد الآن ممكن يسجل. يا سلام على الفينيشينج، أجمل إنهاء، وضع الكرة بروعة في الشباك. يعيشون أوقات رائعة الآن، هدفين متتاليين في فترة وجيزة جدا. هجمة مرتدة جاءت سريعة بعد افتكاك الكرة من الوسط. ضغط الفريق يولد الأخطاء ويخلق الفرص والمساحات، وهو ما يلعب عليه هذا الفريق. سيطرة غير عادية، مطلقة تماما بالطول والعرض في هذه المباراة. عدى وتوغل هنا. طريقة الاستحواذ على الكرة ليست بالجديدة في كرة القدم، طريقة تطورت كثيرا عبر مراحل مختلفة. الآن نشاهد فرق تقدمها وكل فريق يضع بصمة مختلفة عن الآخر، لكن العامل المشترك أنها تعتمد دائما اسلوب الاستحواذ كأهم شيء، وكذلك حرمان الخصم من الكرة. ليونيل ميسي بكل مهارة حطها في المرمى، حطها ولا أروع، لعبة حريف يا ولد. وها هنا صاحب الهاتريك اللي لا يقهر في الملعب بعد مباراة عظيمة اليوم. لا نلومهم صراحة على تسجيل أهداف وعلى توسيع الفارق بهذا الشكل الكبير جدا. فرق كبير بصراحة في المستوى بين الفريقين، ونتيجة واضحة للجميع. يا إلهي، هاتريك جميل، هذا الهاتريك اللي يؤكد لك قيمته، نجوميته، هذا الموهوب. مباراة للتاريخ هنا، صراحة مباراة للتاريخ. هذه مباراة لن ينساها. يتلاعب، يصوب كرة، يا إلهي، الكرة تعانق الشباك وتشعل الأجواء وتبدأ الاحتفالات في المدرجات.
قوة كبيرة وشجاعة أمام المرمى. هل شاهدتم هذا السيناريو من قبل؟ هدفين متتاليين، يا لها من كورة. سحق تام للخصم بلا رحمة، مستمرون في تسجيل أهداف، هدف بعد آخر، قوة كبيرة، فرق كبير بين الفريقين. يا إلهي، سوبر هاتريك، رباعية في مباراة اليوم. يبحث عن المهاجم ليونيل ميسي. There will be 3 minutes added time. الحكم ينهي شوط المباراة الأول. مباراة فيها سيطرة مطلقة من جانب واحد في الشوط الأول، نتيجة ممكن أن تكون تاريخية بصراحة إذا استمر الوضع بهذا الشكل في الشوط الثاني. أعتقد أنهم يقدمون أداء مثالي في هذا اليوم بدون أي أخطاء، وأظهروا بالفعل قوة هجومية ودفاعية وتوازن كبير في الملعب. النصر يهاجم بكل شراسة هنا ويتفوق تفوق كاسح في الشوط الأول. ننطلق مع بداية الشوط الثاني. حتى الآن لم يتدخل أي مدرب في إجراء تغيير. ليونيل ميسي، المتابعة موجودة، يجرب التسديد مرة أخرى، واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل. كايسيدو، أكانجي. نشوف ضغط هائل في هذه المباراة. كرة تمر من الجميع. يا سلام على الفرصة. فالفيردي. The روبرتسون. attendance for this match was 71,898. مساحة كبيرة أمامه، يلا جول. الله على الكرة في المرمى، روعة واحتفال جميل ومشاعر طاغية، يا لجنون كرة القدم. الآن هذه ليست منافسة، هذه ليست كرة قدم صراحة، هذه حصة تدريبية يا صاحبي. هذه ليست مباراة، لأنه بصراحة المباراة معناها يكون في تنافس من أي نوع. اليوم كانت سيطرة من طرف واحد، مباراة في اتجاه واحد. مستحيلة هذه المباراة، وكأنه يسجل في كل مرة يظهر فيها. Number 10, Lionel Messi. الكرة ملعوبة من مسافة. Number 5, ضغط قوي وينجح في استعادتها. coming on to replace him is number 17. تسديدة جميلة. فالفيردي. هيونغ مين سون. تشتيت الآن، حصلوا على رمية جانبية. Substitution on the field. Number 10, Federico Valverde. Coming on the field is number 19. كايسيدو في طريقة إلى المرمى، هذه كرة رمية جانبية. Substitution on the field. Number 11. Coming on to replace him is number 13. ضاعت الكرة قبل أن تسبب أي تهديد حقيقي. يحاول تمريرها من بين المدافعين والتسديد. There will be 5 minutes added time.
يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. هذه فرصة خطيرة، تصويبة على المرمى، إبعاد رائع من الحارس. انتهت المباراة. النصر فعلها وحسم الصعود للدرجة الأولى بهذا الانتصار الرائع هذا اليوم. الفريق كان في اختبار قوي اليوم، يلعب تحت ضغوطات كبيرة، والجماهير كانت تريد الاحتفال، وكان الجميع في الموعد، وتمكنوا أخيرا من تحقيق هذا الانتصار. الآن الأمر يبدو سهلا، لكن في المباراة لم تكن الأمور سهلة بالتأكيد. تشرفت بصحبتكم أحبائي المشاهدين، لتصحبكم السلامة. نتمنى لكم مزيد من المتعة في هذه المباريات وهذه اللعبة الجميلة.